أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم خاص جدا. دايما مشوار النجاح بيبدأ بخطوة. بنبدأ لقاء النهاردة علشان نبني جسور الأمل مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. احنا النهاردة بنواصل معاكم مشوار الأمل وبنبني جسور الأمل علشان نبدأ حياة زوجية سعيدة. كتير قوي من المشكلات الحقيقة ممكن لما نعتم عليها ونقول ما يصحش نتكلم فيها وما يصحش ان احنا نفصح فيها للآخرين بإيه سبب الانفصال أو سبب الطلاق، بيكون سببها هو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، العقم أو يعني ممكن عدم التواصل في العلاقة الزوجية. النهاردة اسمحوا لنا بنرحب بضيفنا العزيز أستاذ الدكتور مدحت عامر، أستاذ أمراض الذكورة والعقم بالقصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، فرصة سعيدة. أهلا بحضرتك. النهاردة طبعا بنكمل مع بعض ونقول إنه النهاردة بنبني جسور الأمل لحياة زوجية سعيدة. وبنقول الحقيقة إنه مين مننا ما يحبش إنه هو يعيش حياة زوجية سعيدة بتتكافل فيها أو بتتكامل فيها كل أركان السعادة وكل أركان اللي ليه حقوق أو ليه واجبات. فالمفروض أن كل من الآخر بيبدي هذه الحقوق أو الواجبات للطرف الآخر. النهاردة هنبدأ ونقول يعني الحياة الزوجية السعيدة شروطها أولا إيه بين الزوجين؟ هو طبعا في شرط أساسي وهو التفاهم والتواصل والحوار. أي. لأن ده اللي هيخليهم يعرفوا يجابهوا كل المشاكل اللي هتقابلهم ويحلوها. وكأي حياة بين شخصين ممكن تقابلهم بعض المشاكل أكيد، وإذا ما هيصارحوش بعض ومش هيتكلموا مع بعض ويتفقوا إزاي يحلوها مش هيعرفوا يكملوا المشوار مع بعض. طبعا أي شخصين بيتجوزوا مع بعض بيبقى في بالهم كده حلم إن هم يخلفوا مع بعض. أكيد طبعا. وبالتالي أول مشكلة ممكن تقابلهم الله ده الحمل اتأخر. فتبتدي بقى ايه الست التساؤلات بقى مع بدايه تلاقيها تكتئب وتعيط وجوزها مش فاهم هي بتعيط ليه. لان رد الفعل الانثوي غير رد الفعل الذكوري. اكيد. وزي ما وضحتش وغريزه الامومه بتبقى متحكمه جدا. زي ما وضحتش لجوزها هي بتعيط ليه، هو ممكن يفهم غلط او مش حابه الحياه معايا مثلا ما يبقاش فاهم. فبالتالي بيبقى مهم ان هي توضح له، ومهم ان هو يسمع ويبدي نوع من التعاطف والاهتمام مش الاستهتار، او لان دي طبيعه الانثى ودي احتياجاتها. ويتواصل معاها ويفهمها بقى، بس يكون عنده نوع من الثقافه برضه العامه والقراءه، ان مش اول ما الواحد بيتجوز لازم على طول في اول شهر يكون حمل او تاني شهر. عندنا مهله سنه. دي بتبقى مشكله الحقيقه مهمه ورئيسيه. المشكله الثانيه برضو العلاقه الحميميه ما بين الطرفين. طبعا الناس كتيره مش فاهمه الموضوع، مش يعني مره واحده مطلوب منه انه يكون مع علاقه مع الطرف الثاني، وهو يعني عايز اقول لم يؤهل الموضوع ده. ما قراش كتاب علمي، ما اخدش محاضره، او اسمح لي يكون اخد يعني نصائح من ناس جهلاء مثلا وممكن يؤدوا به للخطر. يعني مثلا في بعض التوصيات من بعض الأصدقاء ممكن تكون ضارة بأخذ بعض الأقراص المخدرة أو المخدرات أو العقاقير اللي هي في الآخر ملهاش أي لازمة، بالعكس ممكن تؤدي إلى عكس النتيجة المطلوبة. فعدم المعرفة والجهل والاستماع لبعض الأفكار الخاطئة، نصائح غلط، أيوة، ممكن يؤدي إلى فشل في العلاقة أو بعض الاعتبارات أو عدم فهم للمواضيع بطريقة دقيقة. ممكن مثلا في زوج يقول لك أنا هبعد عن الزوجة بتاعتي علشان أحوش نفسي أكتر. دي معلومة خاطئة. ممكن برضو ما فيش معلومة دقيقة عن مواعيد التبويض، وبالتالي او حاجات في خيالاتهم ما هياش مظبوطه لمواعيد العلاقه او ظروفها. فكل ده ممكن يؤدي الى فشل، وممكن يؤدي الى اخفاق، وممكن يؤدي زي ما حضرتك بتقول الى توتر، يؤدي الى في الاخر الى خلافات وانقسام وانفصال، يؤدي الى انفصال. يعني اكيد هناك حالات يوميه حضرتك بتعاصرها من خلال المستشفى اللي حضرتك بتعمل فيه، وحضرتك بتقوم ايضا على اسعاد الزوجين. يعني مش كل الناس بتتوجه للمستشفى اللي حضرتك بتعمل فيه علشان تطرح مشكلتها. عايزين نقول للناس اللي هي قاعده في البيوت واللي هي
بتعتم على مشكلتها علشان خوفا من انه يكون ده في يعني اسمح لي اساءة ادب، او انه الزوجة تتحدث عن الزوج ان هو لا يفي بواجباته الزوجية، او انه تأخر في الانجاب، او واحنا برضو بنرجع نقول نظرة الرجل الشرقي لهذه المسائل بتبقى ليها نظرة مختلفة تماما عن المجتمعات المتقدمة. هو المهم يعني نمرة واحد المصارحة، بس المهم الاسلوب اللي هيتقال بيه الكلام. يعني ازاي الزوجة هتشعر زوجها ان يعني ان هو مقل مثلا في العلاقة، ازاي تشعره من غير ما تجرحه. وهنا بقى اللباقة في الحوار والتواصل بين الاثنين، ازاي توصل رسالة ما تجرحوش فيها، وتخليه بقى هو حريص ومهتم ان هو يعني يبقى حاطط المواضيع دي في اعتباره، او بيبحث عن علاج لو لها مشكلة. ودايما المشكلة ان ساعات تقعد ساكتة 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 الست، وبعد كده مرة واحدة تنفجر. وساعات تنفجر في غير محل الموضوع. لا يعني دايما يبقى في نوع من الحوار اللطيف المهذب اللابق الحضاري، وتوصيل المعلومة بما لا يخدش يعني حياء او كبرياء الطرف، والعكس صحيح برضه، والعكس صحيح. طيب احنا معانا تقرير للدكتورة، هنشوف الدكتورة بتقول فيه ايه ونرجع لحضرتك تاني. تمام. نشوف مع بعض. هي في حاجات كتير حديثة يعني وصلنا لها دلوقتي، من حقن بالميكروسكوب التكبير اللي هو أكتر حاجة، في حاجات باستخدام مواد معينة لتنشيط الإخصاب واختيار أحسن. احنا كمان هنا في المستشفى متخصصين جدا في يعني من أحسن الناس اللي بتشتغل في مجال الذكورة أو العقم اللي هو اختيار السبرم أو الحيوانات المنوية. فبالنسبة لنا بنحافظ أو بنحاول إن احنا نوفر أحدث حاجة موجودة لاختيار أحسن الحيوانات المنوية لعملية الحقن المجهري بتاعنا. في الأول كانت بتبقى صعبة جدا، بس دلوقتي مع انتشار الوعي وانتشار يعني التجارب اللي حوالينا، يعني معظم الناس دلوقتي تعرف حد أو تسمع عن حد عمل حقن مجهري، فما بقاش الموضوع مرض، بقى الموضوع بس يعني الموضوع تخطي لحاجز في الحياة وبنعدي عادي، ما فيش مشكلة. ما بقاش مرض اللي هو الناس جاية بتتعالج منه أو حاجة عيب الناس بتتكسف منها، بقى عادي شوية. ان شاء الله يبقى احسن بعد كده. مصر متقدمه جدا في الحقن المجهري، متطوره جدا بالنسبه لاخر احدث مؤتمرات واحدث بيبرز واحدث ابحاث معموله، احنا بنحاول نطبقها على قد ما نقدر. الدنيا متطوره جدا. احنا هنا حتى في المستشفى كل سنه بيبقى في عندنا جديد في الشغل، كل سنه بيبقى في عندنا جديد في الاجهزه، وبيبقى في عندنا حاجات جديده في كل التقنيات بتاعه الشغل بتاعتنا، وحتى في الاختيار بتاع العيانين واختيار ازاي نتعامل معاهم. كل ده بيحصل له موديفيكيشن او بيحصل له تعديل على حسب الابحاث العالميه والابحاث المنشوره عالميا والمؤتمرات العالميه اللي احنا بنحضرها كل سنه. هو اكيد ربنا يوفقهم، وانا يعني انا لو حد اعرفه احب ان انا يعني اوعيه ان دي حاجه مش عيب ان انت تلجأ للحقن المجهري. هي دي حاجه يعني اي دكتور طبيب نساء او طبيب ذكوره بنحب ان احنا نلجأ له لو حصل تأخر في عمليه الحمل، علشان خاطر ممكن تبقى شويه تعليمات او توجيهات بسيطه جدا تغني عن اي مضاعفات بعد كده، او اي حاجه، اي عمليات كبيره ممكن نحتاج نعملها بعد كده. فهي كل ما بنبقى بدري كل ما بنبقى احسن، بس مش اللي هو ده مش معناه القلق الزايد، ومش معناه ان احنا يعني نشد اعصابنا ونتوتر كلنا، بس ده معناه ان احنا يبقى عندنا شويه وعي وشويه يعني تركيز في ان احنا امتى نروح والمين. يعني هاخد
هاخد من كلام الدكتوره واقول امتى نروح لمين وفين. يعني احيانا في بعض الاشخاص زي ما قلت لحضرتك بيتبعوا طرق يعني طرق الجهلاء، اسمح لي، لانه مش صحيح. يعني مش كل الناس قادرين ان هم يتوجهوا لمستشفيات خاصه، ومش كل الناس مثقفه. هناك نسبه كبيره جدا، الغالبيه يمكن برضو في نسبه اميه بمثل هذه المسائل. احيانا بيستمعوا لنصائح ممكن تودي بحياتهم، يعني مش كمان يعني تودي بهذه الطريقة اللي هي المثلى لحياة زوجية سعيدة، ولكن تودي بحياتهم. صحيح. وده يمكن بنسمعه وبنشوفه كتير، الناس بتهمل ده. حضرتك نقول لهم ايه، او نقول ما تسمعوش نصائح حد، ما تاخدوش اي حاجة ممكن عطار يقول لك عليها، صيدلي يقول لك عليها. ايه رأي حضرتك؟ صحيح، حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، ان مش دايما بالضروره الطبيب هو الاختيار الاول بالنسبه للمريض. ساعات ممكن يروح لعطار، ساعات ممكن يروح لواحد مشعوذ او لواحد ساحر او لواحد يفك له سحر هو في اعتقاده ان ده نوع من السحر او نوع من الربط. مع ان الاقرب والاسهل والعلمي هو انه يروح لطبيب، لكن احيانا الموروث الثقافي او الاجتماعي بيوجهه في سكه غلط، والسكه دي بتعقد الموضوع اكتر، لان الموضوع ما بيتحلش، فتراكمات النفسيه بتاعته بتزيد. رد الفعل الطبيعي لاي واحد ما بينجبش او تاخر الانجاب انه يلجا للطبيب المتخصص، وبالتالي لو هو راجل هيروح لطبيب الذكوره، لو هي ست هتروح لطبيب النساء. بس طبعا مش كل اطباء النساء متخصصين برضو في العقم والانجاب، لكن على الاقل كمرحله اولى ممكن بيروحوا لطبيب يعني يكون من ضمن مؤهلاته انه بيعالج العقم سواء الذكوري او النسائي. فاصل ونرجع لحضرتك تاني نشوف مع بعض. معا طبعا بنعبر لحياة زوجية سعيدة إن شاء الله. دكتور مدحت، هناك بعض الأشخاص اللي زي ما قلنا بيتبعوا بعض التعليم وبعض النصائح الخاطئة، لكن اسمح لي هناك أيضا من يعتقد أنه تقصيره في العلاقة الزوجية أو عدم وجود حياة زوجية سعيدة ده معناه أنه الشخص ده معمول له سحر أو هي معمول لها سحر، أو يعني بنسمع كتير جدا. صحيح. والله ده أول ما بيشوفها مش طايقها، وهي أول ما بتشوفه مش طايقاه، فده بيفسر انه ده سحر وحسد وفي عمل معمول وهيتفك. يعني تقول ايه لحضرتك، يعني التفسير ده في الطب ايه؟ هو الموضوع مختلف تماما عن كده. بالنسبه لنا المواضيع في الطب يا اما هي مشاكل ذات جذور نفسيه او مشاكل ذات جذور عضويه، ودي لها تصنيف ولها اسبابها، ودي لها تصنيفها ولها اسبابها، وكمان لها برنامج تشخيصها ولها برنامج العلاجي بتاعها. قصه بقى الربط او السحر او العمل او الكلام ده مش وارد خالص في الخريطة العلمية اللي احنا بنشتغل بيها مع المرضى. والحقيقة لو المريض ما تجاوبش معانا ومشي معانا بالمراحل وحاطط الفكرة دي في دماغه، ما نقدرش نوصل لأي تقدم. ودي بتبقى شماعة هو حاطط عليها مشاكله، بدل ما يبتدي يمشي في السياق المظبوط اللي يؤدي للنتيجة. ودايما احنا بنيجي نشتغل او بنعالج حد، ده شغل مبني على ابحاث وخبرات ومعلومات العالم متفق عليها. طبعا. يعني انما السحر والحاجات دي يعني دي حاجات يعني موروثات يعني قديمه وليس لها مجال النهارده في الطب. الناس وصلوا للقمر ومشوا على القمر، وما زلنا برضو بنسمع نصائح جدتي ايوه يعني لا فدايما ناخد باسباب العلم. ودايما نلجا الى العلماء والخبراء. هيسهلوا لنا حياتنا اكتر بكتير من ان احنا نروح في انفاق مظلمه لا تؤدي الى نتيجه. يمكن احنا النهارده في برنامجنا الحقيقه يعني بنحاول ان احنا نلقي الضوء على يعني زي ما قلت مشاكل ممكن نكون شايلينها ومغطين عليها وبنعتم عليها. محاولة التعتيم دي على فكرة بتساهم بقدر كبير في تفاقم المشكلة. عايزة أقول لحضرتك معطيات تقييم الزوجين بتبقى إزاي؟ هو طبعا أي زوجين بيقولنا بناخد التاريخ المرضي وتفاصيل هذا التاريخ، ممكن من هو صغير لحد ما كبر مر بإيه وتعرض لإيه في نموه في بلوغه في مراحل حياته، إذا كان تعرض لأدوية أو لأي عملية.
برضو التاريخ الاسري، هل له اخوات عانوا من نفس المشكله او لا. بعد ما بناخد هذا التاريخ بنفحصه، لان الفحص ساعات برضو بيوري مشكله ظاهره تكون هي سبب عدم الاجابه. وفي الاخير بنطلب تحاليل. طبعا اهمهم على الاطلاق هو تحليل السائل المنوي، وهو ابسطهم وهو اسهلهم الحقيقه. وفي الاخر بيبقى لينا وجهه نظر اذا كان في مشكله واضحه وصريحه يعني محتاجه تدخل ولا ما فيش. نفس القصه برضو للزوجه. دكاتره النساء بيفحصوها، بياخدوا التاريخ المرضي، بيفحصوها، بيطلبوا بعض التحاليل والاختبارات والموجات الصوتيه، وبعد كده بيبان اذا في مشكله ولا لا. الحقيقه دايما انا بحب اتواصل مع طبيب النساء في المرحله دي، لان زي ما الزوج والزوجه المفروض بيبقوا مع بعض عشان ينجبوا، زي ما دكتور النساء والدكتور الذكوره لازم يتواصلوا مع بعض. لازم يبقى في تواصل لعرض حاله كل من الزوج والزوجه. بالظبط. ما بينفعش النهارده الزوج يتعالج لوحده والزوجه تتعالج لوحدها. زي ما قلنا في حوار بين الزوج والزوجه، زي ما يكون في حوار لازم بين دكتور النساء ودكتور الذكوره. دكتور النساء بيدي تقرير لدكتور الذكوره عن حاله الزوجه، وكذلك العكس. والاثنين يتفقوا مع بعض على الخطه العلاجيه اللي هيمشي بيها الزوجين. طب انا بس اتوقف مع حضرتك، معانا مدام فاطمه على الهاتف. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. الخط قطع. طب اتفضل كمل يا دكتور، يمكن تتواصل معانا مدام فاطمه مره ثانيه ان شاء الله. يعني انا بشوف حاجات كده غريبه. الراجل بقاله 10 سنين بيتعالج لوحده، والست بقى لها 10 سنين بتعالج لوحدها، ودي عندها مشكله كبيره ودي عندها مشكله كبيره. طب ليه ما حصلش تواصل ما بين دكتور الذكوره ودكتور النساء؟ بس انا اول مره حقيقي يعني المعلومه دي جديده، انه اعرف انه لابد يكون في تواصل بين طبيب النساء وطبيب الذكوره او العقم يعني. صحيح. ده اصبح اساسي النهارده. لان وسائل العلاج سواء هنا او هنا كتيره. واحيانا بيبقى في وسائل مشاركه ما بين الاثنين. واحيانا عشان برضو ده تخصص وده تخصص، ما فيش حد عنده التخصصين. دي دراسه ودي دراسه اكيد. وبالتالي ما فيش حد عالم بكل الامور. كل الامر يعني. وبالتالي بيبقى مهم هذه النقطه من الحوار ما بين الدكتورين، لان ممكن انا شايف ان امشي الزوج والزوجه على علاج طبي، لكن دكتور النساء شايف لا، ده احنا علاج طبي ده اقل من المطلوب. والعكس بيكون صحيح احيانا. وبالتالي التواصل ده مهم. وبنحط خريطه علاجيه للمريض. عاده هذه الخريطه بتبتدي بالحاجات الاسهل والابسط الدوائيه. اذا احتاج الامر لتدخل جراحي ده بيبقى في مرحله اكثر تقدما. اذا احتاجنا لوسيله اخصاب مساعده ده بيكون في نهايه المطاف. طيب احنا معانا استاذ نزيه من شمال سيناء. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا استاذ نزيه. تحياتي ليك يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل. الله يبارك فيك. حضرتك اتكلمت عن الجهل ما بين الازواج وما بين الشعب المصري عامه. بكل صراحه التلفزيون يتحمل جزء كبير جدا من هذا الجهل. مين اللي بيتحمل؟ التلفزيون. التلفزيون المصري. الشعب المصري. وكمان التربيه والتعليم. تقصد الاعلام، يعني نقول الاعلام بصفه عامه يعني. يا فندم الاعلام نفسه حتى لما جينا يعني هو لا يحترم الاعلام الخاص، لا يحترم المشاهد في اليوتيوب. يعني حضرتك لو اتفرجت على الاعلانات هتجد الاعلانات اللي موجوده يعني فيها انحطاط شديد. اكيد طبعا اكيد. ورغم ذلك ما فيش حد قادر يحميني من الاعلام الخاص. تخيل حتى الاعلام اللي هو بتاع الشعب لا يعطي اسم مواطن ولا يعطي يعني حضرتك انا مقدره تماما اللي حضرتك بتقوله، ويعني انا بشكر حضرتك استاذ نزيه، انت يعني وجهت نظرنا فعلا. يمكن ممكن اكمل الخط يا جماعه قطع. انا مع حضرتك يا استاذ نزيه، اتفضل كمل اتفضل. الله يبارك فيك. هي قد تكون الرساله قويه، لكن بالفعل هو ده الحاصل. وهل لابد انا بس اوضح لك بقى انه لابد ان احنا يكون عندنا وسائل الرد على مثل هذه الاعلانات الفجه وال يعني انا شايفاها انها بصراحه يعني مشوهه. اتفضل. الو. معاك يا استاذ نزيه. يعني يمكن هو وجه نظرنا
أيوه. لكثير من القنوات الفضائيه الخاصه الحقيقه بتقدم اعلانات لا حصر لها يا دكتور، وكلها صحيح. تحت اشراف وزاره الصحه. لا خالص. وانا يعني خالص. انا ما هقول لحضرتك، ما احنا كلنا بنبقى قاعدين وشايفين الاعلان ويكتب لك كده تحت اشراف وزاره الصحه. طب ازاي هي تحت اشراف وزاره الصحه وهي كلها مدمره للصحه؟ انا اعتقد ان جزء كبير من هذه الاعلانات وزاره الصحه ليست لا على تعلم علم عنه بيه. شيئا. هو مجرد اعلان بيطلع الشركه الوهميه بتعلن عن العشب الفلاني وبتحط رقم محمول ما نعرفوش عنوان، وبيخاطبوا بقى مشاعر الناس. هتاخد الحبوب دي او هتاخد الاعشاب دي هتبقى ما اعرفش ايه بعد فتره، والمريض يتصل ويوصل له المندوب ويجيب له الحاجه. وطبعا بيكتشفوا اما كانوا بيعملوا حملات زمان ان دي كلها حاجات وهميه وملهاش اي اساس. فدي كانت وزاره الصحه في فتره معينه ابتدت تنتبه للقصه دي حقيقي. لكن وكان في غرامات يعني وقعت على بعض القنوات الفضائيه اللي يعني صحيح. هتعلن عن هذه المنتجات صحيح. الضاره. يعني انا شايفه انها منتجات ضاره. وهو طبعا ساعات بتبقى الحاجات دي بتبقى فظيعه جدا، مثلا في مرضى مثلا زي مريض السكر يعني يوم سايب العلاج بتاعه ويرجع للادويه دي. النتيجه ايه؟ انه ممكن يموت طبعا. فده شيء قاسي جدا جدا. وفي انفلات فعلا، مش بس انفلات امني او انفلات، في انفلات كمان في الناحيه دي. انا عايزه اقول حاجه يعني ومحتاجه فعلا حقيقي الاعلام الوطني لا ما فيهوش الكلام. ولكن الاعلام الوطني هنا او الاعلام الحكومي، وان كان استاذ نزيه بيقصد التلفزيون المصري، برنامج زي اللي احنا بنقدمه دلوقتي لتوعيه المشاهدين بمثل هذه الاعلانات المضلله والكاذبه. يعني ده اوجدوا علاج حتى للروماتيزم، الام الروماتيزم، لا ده ممكن تروح في لحظه لمجرد انك تاخد هذا القرص او تاخد الدهان دوت فيضيع. انا بالصدفه كنت بشوف من يومين واحد قاعد وعمالين الناس يكلموه. اعتقد انه في ناس يعني متفق معاهم يكلموه انا خدت المرهم بتاعك وما اعرفش بقى ايه، وخدت والتخسيس قصص يعني الشخص المتحدث حتى تسمعيه وهو بيتكلم وطريقه القول مش ممكن ده يكون دكتور او مؤهل، ومش ممكن الطريقه دي، ومش ممكن الكلام ده، ومش ممكن المجتمع بتاعنا يقبل الكلام ده. يعني دور وزاره الصحه حضرتك انها مهم. مش تتنبه لمره وبعدين تتركهم مره اخرى، لا. تترك لهم الحبل على الغارب، لكن احنا المفروض نتنبه لمثل هذه الاعلانات المضلله والكاذبه والخادعه ونقف وقفه حازمه تجاهها، لانها دي بتعرض حياه ابنائنا وشبابنا ورجالنا للخطر، وايضا نسائنا، لانه يمكن اكثر السيدات هي اللي بتلهث وراء هذه الاعلانات او المنتجات. يعني صحيح. يعني هنا دور حضرتك بقى ودور القناه، واحنا كاطباء نوعي معاكم الناس ونتكلم. يعني برنامج زي ده احنا بنوعي الناس انه لا يعني ناقش مشكلتك بصراحه وما تعتمش عليها وما تلجاش ايضا للاعلانات المضلله والمزيفه، لانه الاعلان ده بيدي حل سهل للمريض. هو لسه هيروح لدكتور، هو لسه اهو الراجل يعني قدامه منتج والناس بتتكلم تقول حاجه كويسه، فغصب عنه بيمشي ورا هذه الموجه، بعدين بيكتشف انه انخدع بعد ما يكون صرف مبلغ كبير او عرض حياته للخطر. فلا المواضيع لا تعالج بهذه الطريقه. ممكن نقول انه يعني احد الزوجين ممكن يخضع للفحص الطبي دون الاخر؟ يعني هل بالضروره انه حضرتك علشان يعني ان شاء الله طبعا باراده ربنا انك توجد حياه زوجيه سعيده بين هذين الزوجين، انه يفحص حد دون الاخر؟ مش بالضروره لازم يفحصوا الاثنين في نفس الوقت، بس دايما يفضل ان الزوج هو اللي يبتدي. ازاي بقى هيبتدي؟ ما احنا بنوعد الناس. طب هنقف مع داليا وارجع لحضرتك تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا داليا. اهلا بحضرتك. الصوت بعيد بس. اتفضلي. انا عارفه انه الحلقه دي عن العقم وكده وحاجات ذكوره وكده. بس انا عايزه اتكلم في موضوع هو اكيد ريليتد للي حضرتك بتتكلمي فيه. اكيد يعني. اتفضلي. انا عايزه اتكلم عن موضوع الامالجم. الزئبق في مادة حشو أسنان اسمها أمالجم، لونها سيلفر أو أسود. كويس. المادة دي دكتور السنان بيقول للبيشنت تعالى احشيلك بقك بلاتين. وهي عبارة عن ألوي، ماهيش بلاتين بس، دي عبارة عن بلاتين وفضة، والفضة دي مادة توكسيك، مادة سامة وزئبق، و50% من تكوينها زئبق، والزئبق ده مادة شديدة السمية. طبعا. كويس؟ أيوة.
ليها ايه تاثيرها او علاقتها باللي احنا بنتكلم فيه النهارده؟ هل ليها تاثير في مساله العقم؟ او الدكتور حضرتك بقى يرد عليكي في النقطه دي، لانه الماده دي شديده السميه. كويس. بتاثر على الجهاز العصبي، بتاثر على الدماغ، بتجيب قرحه معده. يعني اذا ترسبت بقى في اي اجهزه، اي اورجان في الجسم، ممكن تشيله وتسبب له ديستربنس، يعني اضطراب. يعني المفروض انه الناس الصراحه يعني يعني المفروض كمان الدوله تمنع الحشوه دي من البق خالص. طبعا طبعا. يعني دوله السويد حضرتك، في السويد ممنوع حشوه الامالجم عشان خاطر البيشنت وعشان خاطر البيئه، لما يجي الراجل يشيل الحشوه دي من قلب بقه. شكرا ليك يا داليا. حشوات بيضاء، حشوات بيضاء، سيراميك، بورسلين، كتاب، كل المواد دي تتحط بدل حشوه الزئبق دي خالص. الزئبق بيقعد في الجسم 70 يوم. طيب مكتوب كده في الانترنت. شكرا يا داليا، شكرا لحضرتك، شكرا لك. نقول بقى يعني هل حضرتك سمعت عن انه ممكن يبقى الزئبق ده يعني برغم من انه هو سام وبانه ليه اضرار، لكن ليه ممكن يبقى تاثير في الزئبق ده من الهيفي ميتالز، والهيفي ميتالز دي لها اثار فعلا جانبيه على صحه الانسان، منها قصور في الانجاب. بس عايز اقول مش هي دي يعني المسبب الاساسي يعني. لكن فعلا هي درست على النت ولقت ان دي ماده مش مظبوطه، وواضح انها مهتميه وان في مواد تانية بديله اكثر امانا. وبالتالي بيبقى مهم ان يبقى في توعيه للمرضى ومن وزاره الصحه ايه اللي الدكاتره تستخدمه او ما تستخدموش. لكن برضو انا يعني نتيجه عدم وعي المرضى، مثلا بشوف مرضى السرطان او مرضى اللي بيتعرضوا لعلاج كيماوي او اشعاعي، المفروض بيبقوا شباب، والشباب لسه ما اتجوزوش ربما او في بدايه حياتهم الزوجيه. لو دكتور اللي بيعالجه من السرطان او الاورام قال له روح احتفظ بعينه مجمده قبل ما تتعرض لهذا العلاج الكيماوي، بيأمن له مستقبله الانجابي. الحقيقه احنا بنشوف الناس دي بعد ما اتعالجوا وبعد ما تعرضوا تأثير العلاج الكيماوي على للأسف مسألة العقم بيؤدي إليها يعني بالزبط. ممكن وبالتالي في بعض الممارسات الطبية اللي بتأثر فعلا على إنجابية الشخص. وإذا ما كانش المريض على وعي أو الدكتور على وعي، ممكن في الآخر ده يؤدي إلى مشاكل فعلا. يمكن حضرتك وجهت نظري يمكن لسؤال معرفش، هو ممكن يكون غريب شوية، لكن هل الزوج ممكن لو هو توفاه الله وكان محتفظ ب يعني عينة من اللي حضرتك بتقول عليه، هل ده ممكن يبقى فيه فرصة للإنجاب بعد وفاته؟ أنا بس مش عايز يحصل لغط في هذا الموضوع. في مصر مستحيل. لأنه في مصر مستحيل. طبعا لأن احنا ديننا أكيد ما هو طبعا ده ما ينفعش. لكن هو طبيا ينفع، وحصل في لندن. عشان انا سمعت انا سمعت عن حاجه زي كده فاستغربت، لانه احنا وده عمل مشكله كبيره جدا. لان القانون الانجليزي ما فيهوش البند ده. هذا الطفل اللي هيجي مش له حق في ميراث ابوه، مش له حقوق اخرى. طب وهيبقى اسمه ايه وابوه يعني فده عمل مشكله في لندن كبيره جدا جدا جدا. هو علميا متاح، لكن تطبيقين في مصر مستحيل. احنا ما نقدرش نتعامل مع العينه الا في وجود الزوج. والا ايه اللي يضمن لنا ان هو ما زال على قيد الحياه او له رغبه اساسا في موضوع الانجاب. اصل يمكن لوجه نظري للسؤال دوت ان حضرتك بتقولي انه قبل ما ياخذ العلاج الكيماوي المفروض ان هو يحتفظ بعينه. صحيح. فلنفترض ان هو لا قدر الله خد العلاج وتوفاه الله، ما حدش هيستفيد من العينه دي غير صاحب العينه لو هو على قيد الحياه. طبعا. طيب ما يعني احنا برضو عندنا التحليل الحامض النووي اللي هو DNA، يعني اكيد بيساهم في انه احنا نعرف انه ده يعني بينسب للاب، ان هذا الابن ينسب للاب او لكن مش من حق الزوجه او الشخص انه يولد وهو ميت. اكيد يعني هو متوفي. متوفي. يعني عايزين برضو نقول انه هناك الامهات لما بتقوم مثلا على تربيه اطفالها، المفروض دور الام ايه علشان تكتشف في البدايه؟ يعني الوقايه خير من العلاج، بمعنى انه الام المفروض انها تكتشف انه هذا الطفل لا ده محتاج علاج او محتاج عشان يبقى في مستقبله يعني يؤدي الى حياه زوجيه سعيده او يعيش حياته بسعاده. صحيح. فالمفروض انها تنتبه لايه؟ نقول للام انتبهي انها
انها تبقى واخده بالها وهي مثلا بتقوم بحمام لطفلها، انها تاخد بالها وممكن تتوجه بيه لاقرب طبيب او والده يتوجه بيه لاقرب طبيب. صحيح. دايما الام هي اللي بتراعي طفلها، وهي اللي بتنظف له، وهي المناطق التناسليه عنده هي اللي بتغسلها وكده، وبالتالي دي فرصه انها تكتشف لو في مشكله. اهم مشكله بيهمنا انها تركز عليها هي موضوع الخصيه المعلقه. طبعا هي الخصيه بيكون حجمها صغير، بس طبيعي جدا حتى في هذا السن من الطفوله انها تبقى نازله في الكيس. لو هي لاحظت انها مش نازله، مرتفعه او غير موجوده، على الفور تلجأ الى طبيب اطفال او طبيب ذكوره. بيتم علاج مثل هذه الحالات؟ الاول بيتم التاكد من التشخيص فعلا ان هي فعلا خصيه معلقه، مش قلق من الام. واذا فعلا تم هذا التشخيص، اصبح النهارده علاج هذه الحالات في سن مبكره مهم جدا جدا. يعني لو العمليه دي بينصح حاليا على انها تتعمل عند سن سنه وبالكثير سنه ونص، عشان نحفظ للطفل ده مقدرته على الانجاب في المستقبل. فبرضه هي ممكن وهي بتفحصه تلاقي مثلا تضخم او تلاقي احمرار او التهاب، برضه مهم انها يعني مش تسكت تروح للدكتور، لان كل الحاجات دي ممكن يبقى لها تبعيات في المستقبل على خصوبه الطفل. ودايما الطفل مع امه لصيق لها لحد مرحله البلوغ. لما بيخش بقى في مرحله البلوغ، الوالد بقى هنا بقى دور الوالد ودور ان يبقى في علاقه الوالد ابتداها مع الطفل من قبل الفترة دي، عشان لو في أي حاجة الولد متحرك فيها أو عنده مشكلة منها يبتدي يكلم والده فيها. وأهم هذه النقاط بتبقى تأخر البلوغ. الطبيعي أن يحصل البلوغ في الفترة اللي هي ما بين 12 13 ل 16 سنة. لو الطفل تأخر عن سن 14 مهم لازم ينتبهوا برضه، لازم ينتبهوا. والأب كده بلطف وصداقة لابنه يبتدي يسأله عن هل حس بتغيير معين أو حاجة معينة. احنا المجتمع بتاعنا على فكرة يعني ما بيتكلموش بعيد عن الأشياء دي حقيقي، يعني ما بيتكلموش عشان هو يعتبروا انه ده يعني شيء لا يعني مش مفروض وما يصحش انه يبقى في حديث فيه يعني. لا، هو احيانا كمان الاطفال بطبيعتهم بيبقى لهم اسئله. يعني هو بينمو ومش فاهم انا جيت ازاي. اول سؤال بيتقال. وبالتالي هو عايز يفهم. وبيسال الاسئله دي ببراءه. احيانا الاب مش مستعد او الام مش مستعده يجاوب. فبلاش قله ادب، الكلام الفاضي يعني يهرب. هو مش مفروض يهرب. وهو مش مفروض برضو يجاوب الاجابه ال 100%. هو بيجاوب اجابه نمره واحد ما يستهينش بيها بعقل الطفل، يديله اجابه على قد مقنعه ومنطقيه، وما يقولوش لقيناك في عند باب الجامع. او كنت تحت الكرسي مثلا. ايوه. وكل سن له، والحوار ده لازم يكون موجود. لان لو الطفل ما خدوش من باباه والبنت ما خدتهاش من مامتها، هتاخدها من صاحبتها او هتخش على النت بقى على مواقع احنا مش عارفين بيقولوا ايه او بيتكلموا في ايه، ويبتدوا يعيشوا بعيد عن ديننا وعن اسلامنا. صحيح. وعن يعني تقاليدنا وعاداتنا اكيد. صحيح. زي ما الاعلام له دور، الاب والام لهم يعني دور. مهم برضو ان احنا ناكد للساده المشاهدين على حته انه احنا اولادنا لما يسالونا سؤال ما نهربش. انا واحده من الناس ممكن اهرب يعني. لا ما ينفع. يعني انا بكلم حضرتك بصراحه. استفيدي بقى من يعني ما ينفعش تهربي حضرتك. يعني هو بيبقى في مثلا اطفال ممكن يعني بيسالوا اسئله غريبه واسئله ملحه وورا بعضها. عايز يفهم. عايز فضول. طيب معانا منى من حدائق القبه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيكي. يعني ممكن نوطي صوت التلفزيون شويه؟ اتفضلي يا منى. والله هو انا يعني الدكتور كان بيتكلم في حته الخصيه المعلقه بالنسبه للولاد. انا ابني ظهرت عنده من وهو عنده سنه ونص، وفعلا كانت معلقه عنده، وانا خفت عليه ان انا اعمل له عمليه، وهو دلوقتي عنده 14 سنه. فانا مش عارفه يعني اروح لدكتور اعرضه على دكتور. عايزه اعرف كده راي الدكتور ايه. اتفضلي يا دكتور. طيب مدام منى، هي معلقه بتنزل في الكيس ولا هي في اسفل البطن؟ هي بتنزل وبتطلع. بتنزل وبتطلع. طيب كونها بتنزل وبتطلع ده شيء مطمئن جدا، وفي الغالب ده. انت عايز تسالها اي اسئله ثانيه؟ لا هو بس لا هرد عليها. في حاجه كمان يا دكتور. اتفضل.
انا بس عايزه اقول لحضرتك هو العضو بتاع ابني مش مستقيم. تمام. معوج شويه. طيب هل هو دخل مرحله البلوغ ولا لسه؟ هو عنده 14 سنه. من 14 سنه يعني طلع له شنب ودقن وكده ولا لسه طفل؟ لا 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 لسه ما طلعلوش لا شنب ولا دقن. طب كويس. تمام. وحضرتك ما خدتيهوش لطبيب متخصص يكشف عليه؟ لا. طيب مهم جدا انك تاخديه لدكتور متخصص نمرة 1 علشان موضوع الخصية المعلقة ده موضوع فعلا مهم. عايزين نفرق اذا كانت خصية معلقة او خصية بتطلع وبتنزل. قصة انحناء العضو دي مش قضية كبيرة طالما الانحناء ما هوش كبير، بس دي بتبان برضو بالفحص والكشف على الطفل يعني، بس دي قضية ثانوية ما هياش قضية كبيرة. برضو عايزين نطمن ان هو ابتدى في هذا السن مراحل البلوغ عشان ما يبقاش متأخر، فزيارة واحدة لطبيب متخصص هتبقى مفيدة. يعني أكيد. يعني برضو يعني ازاي ثابته من صغره لحد 14 مش قلقانة يعني انا معلش يا مدام منى يعني قلقت لما سمعتنا بنتكلم. طبعا فلا يعني لازم ردود الفعل بتاعت الام تبقى اسرع من كده. ودلوقتي حضرتك قلت ده دور الاب بقى يعني في المرحله الحاليه دلوقتي ده دور الاب مش دور الام بقى وهو اكيد اكيد بس حضرتك طمئنتها لحد كبير الحاله مطمئنه، بس مش هنخسر حاجه ان الدكتور يشوف ويطمنهم اكتر يعني. كنا بنتكلم عن ان احنا برضو اطفالنا نبقى بنتكلم او بنرد عليهم بشكل علمي ولكن مبسط. ايوه كل سن وله اسلوبه. فممكن يعني الاجابه تبقى ايه يعني لو الطفل سال يعني ممكن يبقى الطفل عنده كام سنه وبيسال بيقول هي دي الفكره يعني. يعني احنا مثلا يعني الاولاد في مرحله اللي هي الاعداديه مثلا وهم في المدرسه بيدوا لهم في البرنامج الجهاز التناسلي للزوجه والزوج بيدرسوا لهم القصص دي. انا فاكر لما كنا في المدرسه المدرس ما رضيش يدرس لنا الموضوع ده. طب ما هو انت ليه مش بتدرسه؟ ما هو موجود لك في المنهج ومفروض انت هتوصل لنا المعلومه صح بطريقه صح بدل ما الطفل يسمعها من بره. بالظبط. وبالتالي المعلومات بسيطه وسهله وواضحه. وهو الطفل مش عايز يعني معلومات اكتر من اللي هي موجوده، مش يعني ده يكفيه عقليا. ده في المرحله الابتدائيه لها رد تاني. المرحله انا مع حضرتك. يعني طبعا اطفال هنقول لهم كلام يعني البيبي جه كنت في بطني وكبرت ولما طلعت خلاص ده يعني بيكفي يعني هو مش. طيب يمكن مش يعني في الحاله اللي قالتها مدام منى يعني بنقول هل الطفل لما بيترك وفي اي يعني مثلا عيوب خلقيه موجوده فيه، هل لما بيترك فتره طويله ده بيساهم بقدر كبير في انه ممكن يبقى فيه عرضه لاجراء جراحه؟ يعني نطمئنها برضو علشان ونطمئن كل ام عندها نفس المشكله وساكته عنها، ما تسكتيش عليها ولازم يعني تتابعي حاله ابنك يعني. هو طبعا الخصيه المعلقه لو هي فعلا معلقه لازم بننزلها بجراحه. لازم بجراحه. وما بننزلها من سن 14 احسن ما نسيبها خالص. طبعا لو كان لكن كل ما كان طفل او اصغر يبقى كل ما كان افضل. بالنسبه بقى هو ساعات الطفل بيبقى ساعات قلقان ان حاسس ان عنده حاجه مش طبيعيه او حاجه غريبه. وهنا بيبقى مهم ان احنا نطمن الطفل نفسه في هذه المرحله ان هو ما عندوش مشكله لو هي مش مشكله. او اذا كانت مشكله فلازم برضو يبقى لها علاج عشان الموضوع ما يبقاش هاجس، ولما يكبر ما يبقاش عنده ثقه في نفسه او يبقى خايف يتجوز او يبقى يتعقد من القصه دي. بس برضو يعني زي ما هو مهم ان الاطفال يفحصوا، زي ما هو مهم برضو ان الاهل هم ما يبقاش عندهم هاجس وياخدوا الطفل من دكتور لدكتور لدكتور ويربوا له عقده وهو الطفل مش شاغل باله بالموضوع وما عندوش مشكله. فدايما يعني الاعتدال مطلوب. اكثر الحالات شيوعا في مصر ايه هي يا دكتور؟ في العيادات بتاعتنا اكتر المشاكل اللي بنشوفها طبعا هي تأخر الإنجاب. وبالرغم ان احنا هل زادت النسبة في تأخر الإنجاب عن ذي قبل؟ يعني في الأعوام الماضية كان هناك أعتقد ما كانش فيه يعني هرمونات، اسمح لي مثلا بيتقال مثلا إيه إنه الفراخ البيضة دي خطر جدا
على الشباب. يعني وولادنا كلهم بياكلوا فراخ بيضاء، يمكن ما بيحبوش الفراخ البلدي، يعني شيء غريب يعني انه الفراخ البلدي لا ما بيحبوهاش، فبيفضلوا الفراخ البيضاء. طب ما دي بيقولوا انها بيدوا لها هرمونات وليها تاثير ضار على صحه الشباب. هل الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده حقيقي، لان فعلا هم بيسمينوا الفراخ دي بيدوا لها هرمونات عشان بتبقى منفوخه نفخه غريبه يعني. والهرمونات دي الواحد هياكلها وهتتحول في جسمه الاستروجين. تاثيرها اكثر ضررا على الرجل او على الشاب ولا الفتاه؟ على الرجل اكتر من الفتاه طبعا. طبعا. ودي حاجه، وفي حاجات تانية برضو اللي هي البلاستيكات اللي داخله في الاكل والحاجات دي برضو بتعمل يا ريت نقول يا دكتور عشان الناس برضو تنتبه، لانه في عادات خاطئه كتيره جدا بقينا ننتهجها في حياتنا اليوميه وهي ضرر للصحه. العوده للطبيعه هو ده الافضل. يعني ما يسمى اورجانيك فود او الاكل اللي هو مش متعرض لاي كيماويات او اي حاجه، ده الافضل. بس احنا طبعا عايشين في مجتمع صناعي ولا مفر ان احنا نتعرض للتلوث ده. ودايما المدن فيها المشاكل دي اكتر من القرى والارياف. ودي ظاهره مش محليه، دي ظاهره عالميه. يعني العواصم الاوروبيه والامريكيه نسبه التلوث اعلى، وبالتالي نسبه عدم الانجاب اعلى. ده بيخلينا نقول للناس لما تتجوزوا مفيش داعي تاخدوا موانع للحمل. يعني في ناس يقولوا احنا عايزين اول سنتين كده نبقى براحتنا ومفيش طفل يضايقنا لا يعني ده كلام مش مقبول في العصر اللي احنا فيه. طب ايه تاثيره؟ يعني ممكن يبقى ليه ضرر على صحه الام، انها ممكن بعد كده تفكر في الانجاب وما تنجبش؟ صحيح، لان احنا عارفين ان الانجاب عند الزوجه كل ما هي اصغر كل ما فرصها اعلى. أكيد طبعا. عارفين ان بعد سن ال 31 32 كل سنه الخصوبه بتقل درجه. وبالتالي ارجاء الحمل لقدام، خاصه مثلا بنت مثلا بتحضر الماجستير وانا عايزه تحضر الدكتوراه او ماشيه في كارير او في بعثه عايزه تخلص كل الكلام ده. طب ما هو بعد كده مش هيبقى في وقت للانجاب حقيقي. وبالتالي تاجيل المشروع الانجابي سواء للزوجه او للزوج برضه. رجاله كتير ما يعرفوش ان بعد سن ال 35 بيبتدي برضه السائل المنوي يتناقص. وبالتالي يعني زي ما في ضرر في كبر سن الزوجه ايضا في ضرر في كبر سن الرجل. صحيح. بس دي معلومه مش واضحه للرجاله او مش واضحه للمجتمع. محدش طرحها ابدا قبل كده. لان في مفهوم ان الراجل لحد اي سن ممكن ينجب، وده حقيقي. وحقيقي بنشوف رجاله في سن ال 70 رجال بينجبوا. مش دي القاعده. لا مش ده الاستثناء يعني. فده مش المفروض يطمن الرجاله قوي برضو يعني. هو كل شيء في اوانه وفي توقيته اللي هو ربنا خلقه عمله، اكيد هو ده الافضل. وبالتالي تاجيل او ارجاء هذا المشروع بالذات بقى، ان لما هذا المشروع بيؤجل ويبتدي بقى الزوج او الزوجه يستشعروا ان الوقت في خطر. فده بيتعب اعصابهم جدا وبيبقوا قلقين. وحضرتك قلت لي الحاله النفسيه عليها عامل كبير جدا. صحيح. في انه يبقى نقضي على مساله العقم يعني. صحيح. ايوه معانا استاذ علي. الو يا استاذ علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. ايوه معاك يا استاذ علي، يا ريت توطي التلفزيون. اتفضل يا استاذ علي. يبدو ان في مشكله في الصوت. مشكله في الصوت. يعني برضو عايزين نقول انه زي ما قلنا انه الشاب المقبل على الزواج المفروض ان هو بيخضع للفحص الطبي قبل بس ما يخضع للفحص الطبي، وعلشان يبقى في حاله اقناع من قبل الوالدين انه لابد انك انت تتوجه ويبقى في فحص وكده. المفروض ان هو ايضا يقلع عن كل العادات الخاطئه، مثلا زي ما ذكرنا يمكن في الحلقه السابقه. صحيح. المخدرات، الكحوليات، السجائر. صحيح. ايضا النصائح الخاطئه والفتاوى العشوائيه اللي بيطلقها البعض حتى ولو كان على مستوى الاصدقاء، انك هتاخد كذا فهتبقى يعني حد كويس. هو مش المفروض ياخد اي حاجه. لان ربنا خلق الانسان مفيش اي مؤثرات يعني بدون كل طبعا الادويه او الحاجات دي. فالمفروض انه يعيش حياته تلقائيا، واذا كان هو عنده اي هاجس لاي سبب لا يلجا لدكتور. الدكتور نمره واحد، يا اما الهاجس ده حقيقي، خدي بالك في 70% من الاحوال بتبقى المسائل هواجس نفسيه وليست حقيقيه. وكله راجع برضو للكلام اللي هو سمعه او اللي شافه او لخيالات في ذهنه. وبالتالي مهم جدا ان احنا
هو يعبر عن المشكله، مش يروح بقى ويبتدي يشوف هيعالجها ازاي. طب يعني خلينا بس مع حضرتك عشان برضو شبابنا المقبلين على الزواج يعبر عنها ازاي؟ هل يلجأ لدكتور نفسي الاول ولا يلجأ للطبيب المختص؟ انا تصوري يلجأ لطبيب الذكوره على طول. ويقول له والله انا ناوي اتجوز وقلقان مثلا ان انا ما نجيبش، او قلقان ان انا يكون عندي مشكله في العلاقه الزوجيه. أيوة. ساعتها الطبيب مننا هيقول له طب انت قلقان من ايه؟ بتحس بايه؟ ابتدي ناخده خطوه خطوه. احيانا كتيره جدا جدا هو قلقان من مجرد القلق، هو سمع ان في ممكن يحصل المشكله دي، نادر جدا لما بنلاقي فعلا في مشكله تمنعه من الانجاب. لان مشاكل الانجاب دي في النهايه ما بتجيش غير ل 10% من المتزوجين، وجزء كبير منها ما بيبانش في الفحص ما قبل الزواج. احيانا بنقدر نكتشف ان في مشكله خصيه معلقه ما اتعالجتش، في ضمور في الخصيه، في كسل فيها، في فنقدر نبتدي نعالجها قبل ما هو يتجوز. احيانا برضو بندعم ثقته في نفسه. يعني هو قلقان خايف ان يحصل فشل في ليله الزفاف. طب انت خايف ليه؟ يبتدي يقول اي كلام، نقول له لان الكلام انت بتقوله ده اي كلام. نحس ان احنا اقنعنا، خلاص ما اقنعناش نعمل له اختبارات. احنا يعني يمكن حكاوي الاخرين عملت مخزون داخلي صحيح. عنده فكون تجربه سلبيه يعني، فقال لك وهي الناس بتقول اي كلام. يعني كتير الشباب مع بعض يقعدوا يالفوا في حكايه ويقولوا في يعني من باب هم بيهزروا كده وبيبالغوا. بس المتلقي لو هو ملوش خبره ممكن يتاثر وياخد الكلام ده على محمل الجد ويبتدي يقلق على نفسه. طيب يعني نقول برضو حته انه بنسبه كام في المية دلوقتي قدر الازواج يتوجهوا يناقشوا مشاكلهم بكل صراحه ويحاولوا ان هم يبحثوا عن العلاج الطبي؟ هل يعني زمان كان اكتر ولا دلوقتي فعلا بقى في استجابه وفي يعني ثقافه ممكن تجعل الشاب او الفتاه يتوجهوا للطبيب المختص؟ هو طبعا الامور دلوقتي احسن من زمان بكتير. يعني دلوقتي بنشوف شباب بيجوا، بنشوف زوج وزوجته بيجوا وبيجوا بدري شويه عن زمان. يعني زمان كانوا يتاخروا كتير. فهو برضو الاعلام عامل برضو تاثير كويس. غير برضو ان الشباب دلوقتي بيقرا وبيدور في النت وبيتحرك. لكن بالرغم من كده حاجه بتستغربي قوي ان ممكن في ناس برضو تقعد سنين على بال ما تتحرك. يعني طيب احنا برضه نرجع للسؤال ده تاني، بس معانا استاذ محمود من اسوان. الو 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 الو. ايوه استاذ محمود، اهلا بحضرتك. الو. ايوه يا استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نعلي الصوت شويه؟ اكلم الدكتور ممكن؟ اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل. انا مع حضرتك، اتفضل. ايه السؤال يا استاذ محمود؟ ممكن؟ اتفضل قول سؤالك. انا سامعك، اتفضل. والله سيادتك انا سني 47 سنه ولما ما اتجوزتش قبل كده يعني. تمام. ايه الخطوات اللي ممكن اخدها؟ في عروسه ولا ما فيش؟ في خطوات ممكن اخدها. العروسه الاول. بندور على العروسه. ايه اللي قلقك في سن 47؟ ايه اللي قلقك؟ لا هو كتير يا دكتور بصراحه. ايه اللي قلقك؟ في كتير ان شاء الله. في حاجات قلقاك؟ كتير ان شاء الله. في حاجات قلقاك مش كده؟ يعني ظروف ماديه، ظروف الناس. طيب تمام. هو يبدو انه عنده مشكله في التليفون، بس انا عايزه اقول لك يا استاذ محمود لو عندك اي مشكله حابب انك تناقشها مع دكتور ممكن تتصل تاني وتسيب رقمك في الكنترول والدكتور هيتواصل مع حضرتك. طبعا 47 سنه وما اتجوزش ده سن يعني هو بيبقى قلقان. انا بقى عندي 47 سنه وما اتجوزش، يا ترى ينفع اتجوز ولا لا؟ وهو من حقه يتساءل هذا السؤال، لان هو أكيد. الناس بتتجوز في سن مبكر عن كده. احيانا خوفه انه يتجوز في هذا السن بيخليه يأجل لحد ما يجي في وقت فعلا مش قادر يقدم على التجربه لحد ما يجي في وقت فعلا يبقى الجواز. لكن هو في سن 47 ممكن يتجوز وممكن يخلف وممكن يؤدي اداء كويس مع زوجته. بس هو بيبقى عنده قلق وعنده هاجس ودايما بيبقى مهم انه يتكلم.
احيانا مجرد مقابله، مجرد مكالمه، مجرد ان احنا نعرف ايه الهاجس او ايه القلق، ده بيغير خالص تفكيره او اسلوبه او خطته. عموما يعني احنا بنجدد لكن ممكن يتجوز يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يا استاذ علي، الو. الو، اهلا بيك يا استاذ علي، اتفضل سؤال حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ علي. استاذ علي، انا الدكتور مدحت سؤال بسيط بس. اتفضل استاذ علي. عندك كام سنه استاذ علي؟ ده هو امراض خصوبه والجهاز الاخصابي في الانسان، ولا يعني هي ثقافه مجتمع ولا ثقافه بشر؟ يعني ثقافه مجتمع اطباء ومرضى، المفروض ان احنا نتبع سياسه طبيه معينه كلنا من الطفوله للكهوله. يعني مثلا اقول لحضرتك الدول زي كازاخستان واوزبكستان والدول الاسلاميه دي، الواحد فيهم بيخلف عنده فوق 90 سنه، الجهاز الاخصابي عنده سليم جدا حضرتك فاهم، والست بتخلف بعد 60 و70. طب احنا هنا في مصر هنا احنا بنعتني بالبيئه بتاعتنا بالصحه بتاعتنا يعني قطر الاطباء ووزاره الصحه نعمل كلنا منظومه واحده صحيه تحافظ على الاخصاب بتاعنا كلنا من الطفوله للكهوله، بدل ما حضرتك بتقول ان الواحد بيستقي معلوماته من النت ومن كلها معلومات 90% غلط كلها. انا بشكر حضرتك يا استاذ علي، شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا مداخله استاذ علي مداخله جيده جدا. لابد ان يكون في ثقافه مجتمعيه حقيقي، لازم يكون في يعني يخش الشخص كده مثلا على النت على وزاره الصحه، صحه المراه، صحه الرجل، صحه الاسره، من اجل حياه سعيده. الاسئله الشائعه اللي المفروض الناس بتسالها والاجابات بتاعتها ايه، يبقى في دي اكيد. ولكن اسمح لي، النت سلاح ذو حدين، انه ممكن يعني برضو يتجه لاماكن اخرى ممكن تدي نصائح غلط او تكون فيها مواقع مش ظريفه. يعني هو عايز بقى يبقى دي ثقافه مجتمعيه وده اسلوب مجتمعي وحاجه بقى ماشيه مع تقاليدنا مع ورثنا الثقافي والديني. لكن ما زلت اؤكد على انه وزاره الصحه لابد ان يكون لها موقف تجاه هذه القنوات الفضائيه التي تروج لكثير من الادويه اللي ممكن تدمر الصحه وتودي بحياه الاخرين. يعني طب ازاي، يعني ازاي احنا مسكوت عن هذه الادويه المضلله والمزيفه واللي يعني انا شايفه حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه وملهاش مثيل في اي بلد تاني حقيقي. يعني الواحد بيسافر وبيشوف لا في اوروبا ولا في امريكا ولا حتى في العالم العربي هذا الاسلوب. حضرتك احيانا بيكون النيوز بار او الشريط الاخباري اللي موجود في بعض القنوات الفضائيه بيكون يعني مكتوب عليه اشياء الحقيقه هي مختصه بيها، يعني زي حضرتك دكتور الذكوره والعقم. ايوه بس حضرتك انا ولكن يختص بيها فرد اخر. لا يختص بيها فرد ساحر او مشعوذ. لا والكلام اللي مكتوب ملوش يعني مرجع علمي خالص. فشيء مخيف جدا. طبعا. يعني واحد طبعا. مثلا بيدعي انه بيعالج بالخلايا الجزيعيه. طب ما هو ده لسه ده حاجه تحت التجريب، حاجه لسه بتتدرب. ازاي منزلها اعلان وانت كمان مش متخصص؟ وده يعني بيضحكوا على الناس وبيبيعوا لهم الوهم اكيد. يعني طيب احنا نقول للزوجين المقبلين على الزواج نقول لهم ايه، ونقول للزوجين اللي قضوا فتره وفي هناك مشاكل سواء عقم او في مشاكل في العلاقه الزوجيه ممكن نقول لهم ايه؟ دايما بالنسبه للزوجين المقبلين على الزواج طبعا ان هم ما ياخروش الانجاب وما ياخرش الزواج اساسا وما ياخرش الانجاب. حضرتك عارف ما ياخرش الزواج دي هي مش ملكهم، لانه احنا في نسبه عنوسه دلوقتي. لا في مشكله مجتمعيه كبيره عندنا. لازم يبقى في شبكه ايه ومهر ايه وفرح ايه وشقه ايه. نبسط ونيسر. ليه كده؟ هل احنا فعلا الشعب المصري ده غني قوي عشان يحط قيود دي على شباب بيبنوا مستقبلهم؟ ده الاوروبيين اللي هم مستواهم الاقتصادي اعلى مننا الراجل ومراته بيتجوزوا في استوديو. مش لازم تمليك. ايجار. استوديو يعني في اوضه نوم وحمام ومطبخ صغير، ولما يشتغلوا دخلهم يزيد يبتدي بقى ينتقل ويتوسع. احنا بنكبل الشباب بتوعنا والشابات بتوعنا بقيود وبنقفل في وجهه الباب. يعني هو احيانا بيبقى المخرج عشان يتجوز ان هو يسافر دولة عربية ويقعد 2-3 عشان يجي يتجوز. بقى معقولة يسافر ويقعد زهرة شبابه كلها بيجمع في فلوس عشان مشروع الجواز؟ طب لو الجوازة معلش ما طلعتش كويسة ما هو كده استثمار. لا فهو لازم يبتدي الجواز بدري، لازم يبقى في نوع من المصارحة والمكاشفة مع الزوجة، واي مشكله بتقابلهم ايدهم في ايد بعض بيروحوا للطبيب المتخصص. طبعا المصارحه. يعني انا باخد من كلمه حضرتك هنا
المصارحه بين الزوجين مهمه جدا، ومهمه قوي ان احنا ما ندخلش الاهل، يعني الاهل ما يكونوش طرف في الموضوع. صحيح. تدخل الاهل دايما بيجي بعكس المطلوب حقيقي، لان كل واحد لا ده أنا ابني زي الفل، لا ده انا بنتي زي الفل، وبنبتدي نخش في قصه لا هي ابني ولا هي بنت، هو شابين قابلت لهم مشكله صحيه هيتعالجوا منها وهيبقوا كويسين. ما نبتديش نخش في هذه وكل حاجه باذن الله طبعا ليها علاج بامر الله. طبيعي اكيد. طبيعي. بشكر طبعا ضيفي العزيز استاذ دكتور مدحت عامر، استاذ امراض الذكوره والعقم بالقصر العيني. بشكر حضرتك يا دكتور، نورتنا. ميرسي خالص. شكرا لحضرتك. بشكركم اعزائي المشاهدين، نلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله حلقه جديده من حلقات برنامجكم خاص جدا. شكرا والى اللقاء.